عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو جديد وتحدي جديد، وتحدي برضو صعب جدا جدا جدا. النهارده هعمل تحدي يوم كامل ب50 جنيه. يعني انا المفروض النهارده هعيش يوم كامل ب50 جنيه بس، فطار وغدا وعشاء. طبعا ده تحدي صعب جدا، وانتوا عارفين دلوقتي ان الاسعار بقت غاليه. فيا رب انجح في التحدي ده، وهحاول كده ان شاء الله يعني اوفق اكل يقضيني طول اليوم. فانا نزلت دلوقتي عشان اصور معاكم تحدي يوم كامل ب50 جنيه بس. عايزاكم تشجعوني وتدعموني، تحطوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه وتكبروا القناه معايا عشان نعمل تحديات كتير مع بعض. ويلا نبدا الفيديو. 2000 years later. دلوقتي انا جيت عند العبد علشان اشوف عنده فطار، بما انه عنده كرواسون وباتيهات وحاجات كتير، فانا قلت اشوف كده عنده كرواسون ولا حاجه. فهدخل اشوف دلوقتي الاسعار، يا رب كده الاقي حاجه في رينج 10 15 جنيه للفطار. فهنزل دلوقتي عند العبد اشوف الفطار ونكمل الفيديو. بصوا يا جماعه، انا دخلت دلوقتي العبد وللاسف لقيت اقل حاجه عنده كانت ب25 جنيه. فطبعا كده العبد اتكنسل. فانا هحاول اوفر في الفطار علشان وجبه الغداء والعشاء. طبعا اهم حاجه وجبه الغداء. فانا لقيت عنده كوكيز ب6 جنيه، ده بالشوكولاته. الكوكيز ده جامد جدا من عند العبد يا جماعه، انا بحبه قوي. فانا هحاول اوفر في الفطار زي ما قلت لكم. فانا هاكل الكوكيز ده كفطار، وعشان نشوف وجبه الغداء تكون يعني وجبه حلوه محترمه اشبع بيها. يحسبوا معايا ان الفطار كده هيبقى ب6 جنيه بس. بص شكله يامي يامي يامي، شكله حلو قوي، بس هو سايح جدا من الحر يا جماعه. الحراره النهارده 40، لدرجه ان الكوكيز ده عمري ما شفته سايح، اول مره اشوفه سايح. طبعا انا بفطر الساعه 2 الظهر يا جماعه، يعني انا مش بفطر الصبح بدري وكده، لا انا بفطر الساعه 2 الظهر. بشرب ايس كوفي الصبح اول ما بصحى، وبعد كده بقى بسيب نفسي لحد ما اجوع. فالمفروض ان انا كنت افطر حاجه يعني مفيده وحلوه، بس عشان ال50 جنيه حاجه محدوده جدا، فمش هينفع يعني اكلف نفسي في الفطار النهارده عشان ال50 جنيه تقضي معايا. طعمه جامد جدا، وكمان مع الحر الشوكولاته سايحه، يعني اكنه عامل زي اكنه دافي كده. طعمه لذيذ جدا، اكنه لسه سخن ودافي يعني. فطعمه حلو قوي، اول مره اجربه وهو سايح كده. خلاص كده انا خلصت وجبه الفطار وكانت لذيذه جدا. هطلع الميه خارج ال50 جنيه، فانا معايا ميه وهشرب ميه من معايا. ارجع لكم بقى مع وجبه الغداء اللي ان شاء الله انا منمره على حاجه كده، فيا رب الفلوس تكفي. فارجع لكم بقى تاني مع وجبه الغداء. 2000 years later. انا جيت هنا بقى السوبر ماركت بتاعي اللي انا بحبه علشان عنده اكل بصراحه يعني اسعار ايه معقوله. عنده بيتزات وسندوتشات كده جاهزه صغنونه، تشكيله كده متنوعه باسعار حلوه. فدي اللي ممكن اتغدى بيها النهارده ان شاء الله. وفي هنا واحده هي 39 بيتزا فيها 4 قطع. يا سلام والله حلوه جدا، و4 قطع محترمين يعني. في هنا برضو ب37، في ب34، في حاجات بقى بحاجه و20. والله حاجات اقتصاديه حلوه. هدور على حاجه كده تناسبني للغدا واشبع بيها واتبسط بيها. لقيت شريحه بيتزا دي يعني 27 جنيه، فقلت اجيبها علشان يبقى انا كده صرفت 6 جنيه. 27 و6، المفروض ان المجموع كله يبقى 34. شوف بقى حاجه احلي بيها. وبما ان الحمد لله وفرت في الغدا وجبت قطعه بيتزا، قلت لهم يسخنوها. فانا دلوقتي عايزه احلي. وهنا في اطباق فاكهه بصراحه اسعارها حلوه جدا، وانا يعتبر كده بقيلي يعني 16 جنيه، فدي يعتبر 12 ونص، حلوه جدا. احلي بقى بعد الغدا، يلا بينا. خلاص بقى انا طلعت بره عشان اتغدى الحمد لله. جبت البيتزا ب27، وجبت التحليه بتاعتي البطيخ الاصفر الحلو ده ب13 ب12 ونص، وفطرت كوكيز ب6 جنيه. فانا كده حسبتها يعني كده يا جماعه التوتال اللي صرفته النهارده 46. يعني انا كده اتبقالي 6 جنيه. 6 جنيه هتعشى بيهم. فيلا دلوقتي عشان نبدا في الغدا، وانا جعانه جدا جدا. فيلا ناكل مع بعض. بصوا شكلها شهي، خليتي سخنها لي وشكلها يامي يامي. دي سوبر جرين. يلا نفتحها ونتغدى بقى عشان انا جعانه جدا. نسيت اجيب سكينه وشوكه وكده، فانا هاكل بالشوكه والمعلقه. يعني هحاول كده اسند واقطع بالمعلقه وخلاص. اعمل ايه؟ معلقه تصرف. طعمها خطير خطير خطير. لا مش بعمل ايه؟ واو طعمها حلو قوي.
الاكل بقى، وبعد كده ندخل في التحليه مع بعض. 2000 years later. خلاص خلصت اكل بقى والحمد لله كلت وشبعت جدا الحمد لله. تعالوا بقى نحلي بطبق البطيخ الاصفر ده، لاول مره ادوقه ب 12 ونص يا جماعه. هو سخن شويه، هو كان ساقع وحلو بس سخن شويه. هحلي بقى علشان ايه، مش عارفه اشتري قهوه فمضطره احلي دلوقتي. مش مسكر برضو. طيارة بتعدي من فوقنا عملاقة. حاسة ان انا باكل خيار. هعتبر ان هو بقى ايه، ميه وخلاص. كان قدامي الاحمر بس انا قلت اجرب الاصفر. حاجه بقى احلي بيها خلاص، عشان كان نفسي اشرب قهوه طبعا، بس 50 جنيه مش هتقضي عشان باقي اصلا منها 4 جنيه 4 ونص حاجه. فهشيلهم للعشاء، والعشاء حاجه كتير ناس كتيره بتحبها. هعمل عشاء ب4 جنيه جامد جدا. نعتبر خلصت نصه خلاص كده، مش قادره اكمله بصراحه عشان مش مسكر، ما اتبسطتش بيه قوي. بس اي حاجه تحليه مش تحليه قوي يعني اي تحليه بعد الغدا وخلاص. هتستنوني بقى وجبه العشاء واشوف انا هتعشى ايه ب4 جنيه. ماشي، اشوفكم في العشاء. وانا يا جماعه كده رجعت البيت عشان اتعشى، وده العشاء بتاعي النهارده ب4 جنيه، وهو الاندومي حبيبي الملايين يا جماعه، وانا بحبه جدا. فده قررت ان هو هيبقى عشاء النهارده. هو انا مش قررت يعني، هو اصلا كده كده اجباري ده عشاء النهارده، عشان ما فيش حاجه ب4 جنيه غير الاندومي يا جماعه فانا دلوقتي بسوي الاندومي عشان اتعشى. والمفروض كده يا جماعه من وجهه نظري كده ان انا نجحت في تحدي ان انا اقضي يوم كامل ب50 جنيه، هيبقى فطار وغدا وعشاء. يعني حاسه ان انا يعني ظبطت نفسي بال50 جنيه النهارده، رغم ان انا قصرت في الفطار شويه، بس انا كنت عايزه كده علشان يعني فلوس تقضي اولا، وثانيا كنت منمره على غدا يعني يكون حلو، علشان هي وجبه الغدا دي وجبه اساسيه. فيعني انا الى حد ما نجحت يا جماعه في تحدي يوم كامل ب50 جنيه. وطبعا انا باكل الاندومي كنت مبسوطه بيه جدا جدا، ولو ما كانش عندي التحدي ده كنت حطيت عليه صوص كوري، بس يلا مش مشكله. اكتبوا لي طبعا في التعليقات تحت ان انا نجحت في التحدي، وكمان ما تنسوش هتدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان القناه تكبر واعمل معاكم فيديوهات اكتر واكتر. وباي باي.